عبر سيباسيان دو سابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية عن رضاه التام عن الطريقة التي تم بها تدبير مواجهة أفضل منتخب في إفريقيا لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس إفريقيا. وقال دو سابر خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة إن العتاب الوحيد الذي يمكنه أن يتحدث عنه هو الهدف المبكر الذي تلقته شباك المنتخب الكونغولي من أقدام أشرف حكيمي قبل التمكن من التعادل في الشوط الثاني. وأضاف دو سابر: فخور جدا باللاعبين وبالطاقة والإمكانيات التي دبروا بها اللقاء. أظهرنا أشياء جميلة في مباراة اليوم وكنا جيدين واستطعنا تسجيل هدف التعادل. وتابع: صحيح لم نفز لكننا لم ننهزم حتى الآن. أردنا تحقيق الفوز في مباراة اليوم وكان بإمكاننا ذلك، لكن علينا أيضا استحضار قيمة المنتخب المغربي واللاعبين الذين يتوفر عليهم. وبهذا التعادل ارتفع رصيد المغرب إلى 4 نقاط معززين صدارتهم للمجموعة السادسة، في حين رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 2 نقاط. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيختتم مبارياته في دور مجموعات كأس إفريقيا لكرة القدم الأربعاء المقبل بمواجهة زامبيا على أرضية ملعب لوران بوكو.